مرحبا بكم في ملف الرعب الحقيقي، قصص واقعية من ناس حقيقيين، ناس اتغيرت حياتهم من لحظة أو من اتصال تليفون. النهاردة هنتكلم عن نهى، بنت عادية ساكنة في حي هادئ في القاهرة. بس في ليلة من الليالي الساعة كانت 2:73 بالظبط، رن تليفونها، ومن اللحظة دي حياتها اتشقلبت للأبد. كنت نايمة، صحيت فجأة، حسيت بإحساس غريب. تليفوني بيرن، رقم غريب مش محفوظ عندي، بس في رقمين نفس رقم أخويا اللي مات من سنة. رديت، مفيش حد بيتكلم، بس كان في صوت أنفاس بطيئة، كأن حد بيقرب من السماعة. قلت مين معايا؟ وبعدين سمعت حاجة جمدت الدم في عروقي. الصوت اللي طلع من السماعة كان صوت أخوها، نفس طبقة صوته، نفس طريقته لما يكون زعلان. ليه سبتيني؟ أنا كنت لوحدي. أنا حرفياً حسيت قلبي وقف. أخويا قاصر مات في حادثة من سنة، صوته ده مستحيل يكون تسجيلاً، ده كان بينه وبيني. المكالمة استمرت 19 ثانية.